تريزيجيه تريزيجيه خارج الاهلي. ما تتخضش من الجمله دي. حسب الصحفي كريم رزق الله ان الاهلي مش عامل حساب تريزيجيه في الموسم الجديد بشكل كبير، وانا مع القرار ده. لا هو ولا زيزو. ليه يا معلم؟ الاتنين دول بعد ما اتقال لهم هيتخفض عقوبكم وما تسرب ان عقد تريزيجيه، واللي اتسرب ان محمود حسن تريزيجيه بياخد تقريبا 40 مليون وغيرهم 40 اعلانات، وزيزو بياخد 30 وغيرهم 40 اعلانات. طيب انا من الاول قلت السعر اللي انت هتجيب بيه تريزيجيه والمرتب اللي تريزيجيه هياخده عشان خاطر هو راجع لك من الاحتراف، انت تجيب بيه لاعب افريقي ناشئ او لاعب مصري ناشئ تصرف عليه وتطوره عن طريق اكاديميات خاصه، وكان عندك القماشه دي وكان عندك اللعيبه اللي تقدر تطورها وتستفيد بيه، وبعد كده هيتباع وهيجيب لك فلوس اضعاف الفلوس اللي انت هتدفعها في تريزيجيه او اضعاف الفلوس اللي انت هتستثمرها فيه. ف طبعا الجهابزه بتوعنا قاموا جايبين تريزيجيه مرجعينه وبيودوا المبالغ دي، وزيزو نفس الكلام. قلت زيزو بدل ما احنا هنجيبه وندفع فيه المبلغ ده كله، لا احنا هنمشي واحد من المحترفين ونجيب واحد محترف عليه القيمه. ولو كنا جبنا محترف عليه القيمه وعرضنا عليه نفس المرتب اللي زيزو بياخده حاليا كان فادنا اكتر من زيزو. انما عشان احنا عقليات كيديه هنجيب زيزو نكيد بيه نادي الزمالك وصفقه بامه اوه، وابن النادي لما ابن النادي ما رضيش يخفض العقد، وزيزو هو كمان مش راضي يخفض العقد وهتمشيه. ما قلنا من الاول كده غلط. بس طبعا احنا لازم احنا اللي بنفهم، انتوا ما بتفهموش، انتوا جمهور هتمشونا على مزاجكم. لا انا ما بقولكش نمشيك على مزاجنا، بس في حاجات بالعقل، في حاجات انا هقدر استفيد منها حاليا وبعدين وهبني لنفسي. انما انتوا كان كل فكركم ان احنا هنجيب الصفقه اللي هتفرقع وبوم اوف. فده تفكير مجلس ادارتنا. يا ترى هيستمروا في نفس العبث بقى ويرجعوا اكرم توفيق زي ما قلنا، ويرجعوا محمد عبد المنعم تاني والناس اللي احنا طلعناها؟ قال ايه، هنرجع الروح؟ ولا هيستثمروا في ناس تستحق الفلوس اللي هي هتاخدها وتقدم لك جوده، ومش هندور على لعيبه ندفع لهم 35 مليون و40 مليون و50 مليون تاني؟ ولا هيستمروا في اللي هم عايزين يعملوه؟ هنشوف، خلينا نشوف الصفقات.